اديك بيض. اديك بيض بس. ايش فطرت يا حمزه؟ وانت عارف تدري ان 95% من الناس تجاوب على هذه الاسئله غلط؟ لو عرفت الاجابه في اول 3 ثواني يا اخي انت انسان تصنف من العباقره. ركز معاي وخلينا نشوف كيف كانت اجابات الشارع. تعرفنا عليك. منصور بهسمة معك. منصور، سؤال اليوم يقول لو مثلا افترضنا انه في طياره سقطت بين السعوديه واليمن، تمام؟ طياره سقطت بين السعوديه واليمن في الصحراء اللي بينهم، حلو. السؤال يقول الناجين وين راح ندفنهم؟ ما سقطت. طيب انت قلت لو. ايوه ما سقطت هذا. لا هي سقطت خلاص، بلاش لو. طياره سقطت بين السعوديه واليمن، فهمتني؟ في الصحراء اللي بينهم. السؤال يقول الناجين وين راح ندفنهم؟ ربع خالي. طيب ليش في الربع الخالي؟ بينهم. لا لازم ندفنهم في واحده من الدول. واحدة من الدولتين. اليمن. ليش اليمن طيب؟ اقرب. هي بين الدولتين. ايوه بس اقرب اليمن. تدفن مين انت طيب؟ اللي هم من؟ اللي طاحوا اللي ماتوا. الناجين. الناجين. ناجين. واو، فاجأني الموضوع ده. ناجين ما يدفن. والله السؤال فيه فخ. انا كنت افكر من الاول ابغى اصيد هذا. ما عندك واحده ثانيه. السؤال الثاني يقول لو افترضنا انه انت سايق باص، تمام؟ وماشي بالباص، جيت على المحطه الاولى نزل راكب وركب 3 ركاب، تمام؟ ومشيت في خطك. جيت المحطه الثانيه نزل راكب وركب 5 ركاب المره هذه. السؤال يقول كم عمر سايق الباص؟ كم عمر سايق باص؟ 27. ليش 27؟ ومع ما نقول لك الا خير. 27. ايوه طب انا بعرف كيف استنتجت 27. عشان عاقل ما يسرع. دقيقة. طب احنا ما تكلمنا على السرعة. حلو. انا بعرف انت كيف عرفت انه 27. اعيد السؤال ثاني. وانا سايق باص طلع معي واحد. ايوه حلو. بعدين ونزل وركبوا 3. تمام. طيب بعدين مشى شويه نزل واحد وركبوا معه 5. تمام. 35. ليش 35؟ عدد الركاب. استنتاج هذا يعني. طيب السؤال يقول انت سايق الباص. ايوه انا سايق الباص. طب انت كم عمرك؟ 27. بنفس عمرك؟ 24. 24 سنة. حلو. وقعت في الفخ مرة ثانية. اللي هو قبل شويه. كفاية عليك كذا يا منصور. يكفي هذا ليش؟ عرفنا عليك. مدني باشماخ. مدني. طيب يا مدني، السؤال يقول اليوم في ديك واقف فوق خيمة في قمة الخيمة، تمام؟ طبعا الخيمة منحنية والديك واقف باتجاه الشمال. السؤال يقول الديك باض بيضة، البيضة راح تروح شرق ولا جنوب؟ جنوب. ليش اخترت الجنوب؟ شرق بتروح. البيضة بتروح شرق. ايوه. هو واقف شمال. هو وجهه باتجاه الشمال. ايوه. البيضة فين بتروح؟ شمال جنوب. ايوه بتروح جنوب. سلام عليك. أيوه. كيف استنتجتها هذه؟ لانه هو واقف شمال. حلو عليك. ايوه تمام. بتنجي جنوب مع الميل. طب السؤال هو الديك يبيض؟ لا الديك يبيض بس انا مره. ايوه يبيض الديك. اذا انت ما تعرف المعلومات انا اعطيك اياها. الديك يبيض. الديك في السنه مره يبيض. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. جماعه حد سمع المعلومه دي؟ ايوه اعطيك اياها بالسنه يبيض ديك كمان. الدجاجه تبيض ديك. الدجاجه تجيب ديك. لا ماني عارف صراحه، انا مالي في الامور هذه. السنه مره يبيض. تعرف عليك. الياس عبد الله بن مخاشي. الياس، السؤال حق اليوم يا الياس يقول لو كنا في سباق ركض ماراثون، تمام؟ وانت قاعد تركض وسبقت الشخص اللي في المركز الثاني، كم يصير مركزك؟ سبقت الشخص اللي في المركز الثاني. نعم. طب اكون انا في المركز الثالث، سبقت الثاني. نعم. اكون انا الثاني. بتكون انت كم؟ المركز الثاني. الثاني. ايوه.
صح عليك. حلو حلو حلو، يعجبني المركز. طيب بعطيك ليفل اعلى. جيت على غرفه الان وفيها لوحه، جيت على باب عفوا، وفي لوحه مكتوب فيها ممنوع دخول الاغبياء، تدخل ولا ما تدخل؟ ممنوع دخول الاغبياء. تدخل ولا لا؟ ممنوع دخول الاغبياء. تمام حلو. انا تدخل حدخل ولا لا؟ انا حدخل. ليش؟ هو ممنوع دخول الاغبياء، مو ممنوع دخول صح الناس عليك. الناس اللي زيك. صح مركز مركز ما شاء الله. طيب جيت على لفه ثانيه على باب ثاني ولقيت مكتوب فيه ممنوع دخول الاذكياء، تدخل ولا ما تدخل؟ ما ادخل. ممنوع دخول الاذكياء. ممنوع دخول الاتقياء، ما حدخل، اجلس انا وانت جنب الباب. يعجبنا مركز. اسمي ايوه خليك مع الكاميرا شوي، طالع في الكاميرا. هي اسمك؟ اسمي قمر نبيل. قمر ايش؟ قمر نبيل. قمر نبيل. حيا بك يا قمر. ايش المشاركه اللي عندك يا قمر؟ قرآن كمان. برضه؟ تمام يلا سمعينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل بربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سلام عليك يا قمر. صفق القمر يا جماعه، صفق. تستاهل قمر تستاهل. تعرفنا عليك؟ حمزه حسين علي بوادي. طيب انت يا حمزه سايق باص تمام؟ حلو. وماشي في الخط. ايوه. جيت على المحطه الاولى نزل معاك نزل راكب وركب 3 ركاب. نزل راكب وركب 3. وركبوا 3. حلو حلوين. تمام. مشيت في الخط. حلو. جيت المحطه الثانيه. حلو. نزل 3 وركبوا 4. وركبوا 4. مركز معايا. مركز معك. حلو يعجبني. السؤال يقول كم عمر سايق الباص؟ يحسب حمزه. هو ما بيكون بعمر الركاب اللي طلعوا صح؟ ماني عارف. نعيد السؤال. عيد السؤال دقيقه بعد عيد السؤال بحسب تاني. الركاب. اي تمام حلو. طب السؤال يقول انت سايق باص. السؤال يقول كم عمر سايق الباص؟ 80. 80 سنه. اي كيف جت 80؟ حسبت اللي نازل 1 مع الركاب 3. تمام 4 مع الركاب ال4 جاوا 8. فيكون يطلع عليه 0 بيكون 80. انه ما بيكون سايق باص صغير و8 سنين ما يصير. حلو. ما تصير حلو، سايق صح. باص صغير 8 سنين. صح ما تيجي 80 نخليه على طول. 80 تمام. لو غلط اكيد. هو غلط اكيد. فكر فيها ثاني. حاول بايدي. كيف عيد ثاني. عيد ثاني. انت سايق باص وما كم عمر سايق الباص؟ ايش فطرت يا حمزه؟ وانت عارف. والله ماني سؤال. والله ماني عارف يمين الله. انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم مش فاهم. حمزه انت سايق الباص. اي لحظه انا سايق الباص ركبوا معايا. تمام حلو يفكر. يكون عمري يا سلام. يعني عمري اللي هو 20. سلام عليك. السؤال يقول انت سايق باص تمام وماشي في الباص، جيت عند المحطه الاولى نزل راكبين وركب 3 ركاب. كملت خطك جيت المحطه الثانيه نزل راكب وركب 4 ركاب. السؤال يقول كم عمر سايق الباص؟ السؤال صعب شوي. فكر فيها ثاني. كم عمر سايق الباص؟ نعم. عمري طبعا عمري 20 سنة 23 سنة. ما شاء الله مركز محمد. هذه الفرصة لي الأخيرة، إذا ما عاد وقعتك ما عاد في فايدة. السؤال يقول إيش هي الفاكهة اللي يجوز تاكلها في رمضان بعد العصر؟ فاكهة يجوز أكلها في رمضان بعد العصر. نعم. أعتقد في إجابة. فكر. نعم. في. للأسف إنه في. للأسف. المرة دي إني حنتصر أنا. فاكهة تؤكل بعد العصر في رمضان. نعم. ما فيش. في والله. متأكد؟ ما عرفتها. وقبل ما تنزل شوف التعليقات اكتب لي إجابتك الآن ولا تغش. اعمل لنا لايك اشتراك بس يا ابني كت.
السلام عليكم. يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. خلاص عاد خلاص. السلام عليكم. بس